قالت لي يا نشوتي انا ما عنديش غير كوبايه لحمه مفرومه وكوبايه مكرونه، وعايزه اعمل لاولادي اكله مختلفه عشان زهقوا من الاكلات اللي انا دايما بعملها لهم. قلت لها من عينيا الاتنين، يلا ورايا على المطبخ وتعالي اقول لك على فكره وهتعملي منها حله قد كده اهو. كملوا معايا الفيديو للاخر، ولو شايفين ان المحتوى هادف وهيعجبكم اعملوا له لايك كتير. نبدا مع بعض ونقول بسم الله. جبنا شويه توابل، منهم 7 بهارات، ملح وفلفل اسود، معلقه صغيره من البيكنج باودر، عليهم 3 معالق كبار من البقسماط الناعم، وكوبايه اللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه اللي معايا دي بما يعادل يعني هنقول ربع كيلو لحمه مفرومه. هتعجنيهم كويس جدا جدا، والخطوه دي مهمه لان احنا دلوقتي هنشكلها، ولما نيجي نشكلها مش عايزينها تشقق معانا، فهنبتدي ان احنا نعجنها حلوه قوي قوي. بعد ما خلصت كده اللحمه المفرومه هنروح بقى نجيب صينيه حلوه كده ونضيف لها كوبايه الا ربع من الدقيق. طبعا انا هنا بديكوا الفكره، يعني انت مثلا عندك نص كيلو لحمه مفرومه وعجبتك الفكره، ضعفي كل المقادير واعمليها، مش شرط تلتزمي بالمقدار اللي انا بقول عليه. اسرتك اكبر من كده مفيش مشكله، بس كل المقادير اللي احنا بنعملها مع بعض النهارده دي هتكفي من 3 ل 4 افراد، حسب مثلا 2 كبار و2 صغيرين، حسب افراد الاسره بتاعتك. بعد كده بكور اللحمه ديت لكور صغيره، وابتدي ان انا اعمل لها كفر او غلاف كده بسيط خالص من الدقيق. ومش عايزه هنا الكفر بتاع الدقيق دوت يكون سميك، انا عايزه يدوبك حاجه كده بسيطه خالص. بنفضها كويس جدا جدا من الدقيق، وتعالوا نشوف هنعمل ايه بعد كده. بروح عندي في حله على النار فيها 3 معالق من الزيت ومعلقه واحده بس من الزبده او السمنه. هستنى لما الزيت والزبده يسخنوا كويس جدا جدا، وبعدين ابتدي انزل بكور اللحمه دي عشان تاخد صدمه. انا هنا ما بسويهاش خالص، انا بس يا دوبك عايزاها تاخد صدمه. غير كده وكده لازم الزيت والزبده او الزيت والسمنه يبقوا سخنين كويس جدا جدا يا جماعه. نقدر نستخدم زيت بس، نقدر نستخدم سمنه بس، اللي متاح عندكم استخدموه. هتطلع معاكي بالشكل ده، يا دوبك تديها تقليبه يمين تقليبه شمال، ولقيتي كده ان هي غيرت لونها تروحي رافعاها من على النار على طول. دايما بحب اعمل الاكلات السهله البسيطه السريعه، وكمان اللي كلها في حله واحده. يعني الجو حر مش عايزه اغسل مواعين كتير، وغير كده وكده مش عايزه اقف في المطبخ كتير. رفعت الكفته من هنا ونزلت عليهم بلسان العصفور، وابتدي اقلب لسان العصفور لحد لما ياخد معايا اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه معايا كده. في الوقت دوت كنت مجهزه معايا بصلايه كده تكون متوسطه، فلفلايه الوان، فلفل اخضر، نزلت عليهم كمان بمكعب من المرقه ومعلقه كبيره من معجون الطماطم او صلصه الطماطم، وابتديت اقلب كل المكونات دي مع بعض، وعليهم شويه ملح. في حاله ان انت هنا هتضيفي مرقه يبقى ما تكتريش الملح. كمان انا ضفت فلفل اسود، ورحت بقى نزلت عليهم بكور الكفته اللي احنا عملناها وشويه ميه كده يكونوا سخنين كويس جدا، واقلب وبعدين هرفعهم على النار. اول لما يغلوا اكني بسوي رز عادي جدا جدا. اول لما يغلوا هدي عليهم النار خالص لحد لما تبقى معاكي بالشكل ده. بذمتك كده عملتي اكله متكامله العناصر الغذائيه في حله واحده، مش هتاخد منك بالكتير قوي ربع ساعه تكوني خلصتي كل الاكله الحلوه دي. عملتي اكله جديده ومختلفه، مكوناتها مش كتير وعلى قدنا كده وعلى قد الايد. انا كده خلصت فيديو النهارده، وشايفين ان ده محتوى هادف. يا ريت تشجعوني بلايك كتير وشير كتير عشان بيفرق معايا جدا جدا. بحبكم قوي 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 قد كده اهو. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.